طيب، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم صابر. ما تنساش تخش قناه التليجرام، سايب لك اللينك بتاع في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. انا كنت اخش انام دلوقتي، بس والله العظيم داخل الاوضه عشان انام، رحت خارج من باب الاوضه قلت هسجل فيديو دلوقتي. هي العشوائيه دي هي اللي بتجيب يعني. تمام. طيب، في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن ريفربود، وفي الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الفيوتشر بروفايدر. الفيوتشر بروفايدر قلنا ان هو ميكس ما بين البروفايدر العادي والفيوتشر بيلدر، وكتير منكم مستخدم الفيوتشر بيلدر وعارف ان هو ويدجت بتستخدمها عشان تعمل async computation او تعمل تنفذ حاجه في المستقبل، وعايز تبدا ان انت تتابع الحاجه دي او التغيرات اللي بتحصل دلوقتي. هل انا لسه بعمل الحاجه دي؟ هل انا لسه بنفذ الحاجه دي ففي لودنج يعني، ولا انا عملت الحاجه دي اوريدي في داتا او في سكسس يعني بشكل ما، او ولا في ايرور وعايز اشوف الايرور ايه هو، وهكذا. تمام. كانت من مساوئ الفيوتشر بيلدر ان انت بتكتب كود كتير، كان في ريدندنسي قوي، وكان في بقى عشان توصل للداتا لازم تخش مش عارف على سناب شوت تلاقي السناب شوت جواها ايه، فاهم؟ وكان في كونكشن ستيت فكان في حاجات كتير قوي، كان في كود وتشيكس كتير بتكتبها عشان تنفذ حاجه بسيطه قوي. على عكس الفيتشر بروفايدر، هنا لقينا ان احنا بنعمل الكومبيتيشن بتاعتنا او اللوجيك اللي احنا عايزين ننفذه اللي هياخد شويه وقت، وعلى الاساس ده بنبدا ان احنا نروح على اليو اي، ناخد async فاليو. الاسync فاليو دي بتوفر لنا وين ميثود بقدر من خلالها ان انا اشوف، او ان انا اشوف لو في داتا معينه هبدا ان انا اخد الداتا دي اعرضها على طول. نفس الكلام لو في ايرور هبدا ان انا ارجع ويدجت بتريبريزنت الايرور ده. نفس الكلام لو كان في لودنج هبدا ان انا ارجع بتريبريزنت اللودنج دي. تمام. فنوعا ما الكود سهل والكود مرن والكود بسيط قوي يعني، انت مش محتاج تكتب كود كتير، مش محتاج ان انت تحط تشيكس كتير وهكذا. تمام. طيب، في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن حته الريفرش وما قلناش عنها اي حاجه خالص، وده الكونتنت او دي الحاجه اللي احنا هنتكلم فيها في الفيديو ده، هي الريفرش. تمام. اتكلمنا في الفيديو اللي فات وقلنا ان احنا عايزين طريقه نستخدمها عشان نبدا ان احنا نقول للبروفايدر يا بروفايدر ابدا عيد حساباتك من الاول وجديد، وابدا ان انت نفذ الكود ده، بحيث ان انا ابدا ان انا اعمل الريكوست من اول وجديد واجيب جوك جديده زي ما كنا بنجيب جوك هنا، وابدا ان انا اعرض الجوك دي على اليو اي. فانا نوعا ما عايز اروح اقول للبروفايدر يا بروفايدر بعد اذنك من فضلك ابدا ان انت عيد حساباتك تاني ونفذ اللوجيك ده عشان ترجع لي ستيت من الاول وجديد. وعشان اعمل ده كان من الصعب جدا في وجود الفيوتشر بروفايدر، لان الفكره ان انا ما اقدرش ان انا اغير الستيت بتاعه الفيوتشر بروفايدر، او ما اقدرش اقول للبروفايدر يا بروفايدر اعمل ده دايركت، لان ببساطه حته الاميوتابيلتي اللي احنا قعدنا نتكلم فيها كتير قوي وقعدنا نحرق فيها كتير يعني، ما ينفعش اروح اكسس الستيت وابدا ان انا اغير الستيت. تمام. فلقينا ان احنا عندنا حل حلو قوي وهو الريفرش، وما اتكلمناش عنه خالص. وببساطه انا عايز اتكلم معاك عن الريفرش، وهنتكلم عن حاجه مشابهه للريفرش وهي حاجه بسيطه برضو. الاثنين جمال يعني، ما فيش فيهم كلام كتير. تمام. طيب، فكره الريفرش انا بعمل ايه؟ اولا اول خطوه انا بعملها اول لما نادي على الريفرش دي، لما انا باجي اقول له يا ريفرنس ابدا ان انت ريفرش بروفايدر معين، بعمل ايه؟ بروح للبروفايدر ده بمسك الستيت بتاعته واروح رميها في الزباله، انا خلاص مش محتاج الستيت دي. طيب، بدستروي الستيت بتاعه البروفايدر. طيب، اول خطوه انا عملتها، انا دلوقتي مسكت الستيت وعملت لها ديستروي. تاني مره او تاني حاجه بعملها على طول ببدا ان انا اعيد تنفيذ اللوجيك اللي موجود جوه البروفايدر، فنبدا ان انا انشئ ستيت جديده او ريكرييت الستيت بتاعه البروفايدر. يعني اول ستيب انا بعملها بروح للبروفايدر ببدا اخد الستيت بتاعته، بدمر الستيت دي، بعمل ديستروي للستيت دي، وبعد كده ببدا ان انا اقول للبروفايدر يا بروفايدر ابدا ان انت كرييت الستيت، او ابدا ان انت نفذ اللوجيك ده من اول وجديد، بحيث ان انت يكون عندك ستيت جديده. تمام. شبيه بده ميثود تانية زي الريفرش. هي الريفرش دي برضو مجرد ميثود في الاول وفي الاخر اسمها انفاليديت. تمام. هنروح نجيب الميثود دي من الدوكيومنتيشنز الرسميه بتاعت ريفربود. عايزين نخش على الجيت ستارتد. طيب، انا عايز بس اتاكد ان انا بسجل. المايك شغال تمام الحمد لله. طيب، عايزين ننزل هنا، ممكن نروح، انا فاكر هي كانت موجوده فين والله، فاكر في كليرنج كاش اند رياكتنج تو ستيت ديسبوزل. لما تيجي تدمر الستيت، السكشن ده بيتكلم عن الكاش. لما تكلير الكاش هنتكلم عن الكاش كل حاجه، وفكره ان انت تديسبوز الستيت بتاعه البروفايدر. هنزل معاك لحد الحته دي، لحد الجزء ده. عايزين نقرا انا وانت بالراحه ونبدا نبص على الدوكيومنتيشنز، عشان هي المصدر الرئيسي اللي انت تذاكر منه اي حاجه في الدنيا. عشان تفهم اي حاجه في الدنيا روح للناس اللي عاملين الحاجه دي وابدا افهم منهم هم عملوها ازاي او الحاجه دي بتشتغل ازاي. طيب، اول حاجه بيقول لك sometimes you may want to force
the destruction of a provider. بعض الاحيان كده انت بتبقى عايز تدمر البروفايدر او تدمر الستيت بتاعه البروفايدر. this can be done by using reference.invalidate. تقدر تعمل ده، تقدر تدمر الستيت بتاعه البروفايدر باستخدام الreference.invalidate او الميثود اللي هي شبيهه بالريفرش اللي هي اسمها invalidate which can be called from another provider or a widget. طبيعي ان انت تقدر تكول الميثود دي، بما انك انت تقدر تكول الميثود دي عن طريق الريفرنس، يعني تيجي تقول له يا reference.invalidate. بالتالي الريفرنس ده احنا عارفين ان هو موجود في حتتين، موجود يا اما كويدجت ريفرنس جوه الويدجت ذات نفسها اقدر ان انا استخدمه عشان اكول الانفاليديت ميثود دي، او موجود جوه البروفايدر وابدا ان انا عن طريق الريفرنس اللي هو البروفايدر ريفرنس ده ابدا ان انا اكول هنا هو هنا نوعه فيوتشر بروفايدر ريفرنس مش بروفايدر ريفرنس العادي. اقدر ان انا اكول الانفاليديت ميثود بحيث ان انا اعمل ديستروي للستيت. بيقول لك يوزنج ريفرنس دوت انفاليديت. انا كده بعمل ايه؟ انا بديستروي الكرنت بروفايدر ستيت. انا ببدا اخد الستيت بتاعت البروفايدر وابدا ان انا ادمر الستيت دي، خلاص انا مش عايزها. there are then two possible outcomes. طيب اول حاجه لو البروفايدر بتاعك في حد بيسمع له، لو البروفايدر بتاعك في حد بيسمع له، مين الحد ده؟ يا اما انا بسمع للبروفايدر ده بلسن او بوتش على البروفايدر ده جوه اليو اي ذات نفسها. فاكر هنا لما كنا بنروح نيجي نقول له يا ريفرنس انا عايز اوتش بروفايدر معين، معنى كده ان انا بلسن على بروفايدر، انا مهتم بالتغييرات اللي بتحصل في الستيت بتاعه البروفايدر ده. او ان انا بروح جوه بروفايدر تاني ببدا ان انا اوتش بروفايدر تاني على اساس ان انا اشوف التغيرات اللي بتحصل في الستيت بتاعته، وعلى اساسه هبدا ان انا انفذ لوجيك معين جوه البروفايدر ده. يعني باجي هنا اقول له يا ريف مثلا ووتش بروفايدر معين، ولو حصل تغيير في الستيت ابدا ان انت نفذ الكلام ده. طيب لو انا بطريقه ما من الطريقتين اللي احنا قلنا عليهم، يا اما جوه ويدجت يا اما جوه بروفايدر تاني، بلسن على بروفايدر وجيت عملت كول للريفرنس دوت انفاليديت، ايه اللي هيحصل؟ هو هيبدا ان هو يدستروي الستيت القديمه، هيمسك الستيت القديمه هيبدا ان هو يدمرها، وهيبدا ان هو يكرييت ستيت ليك من الاول وجديد. ده في حاله ان انت بتلسن على البروفايدر. طبيعي انت بتلسن على البروفايدر، معنى كده ان انت مهتم بالتغيير اللي بيحصل في الستيت. طب لو انا مش مهتم خلاص، فبالتالي مفيش الحاجه ان انا انشئ ستيت جديده. وهنا الحته بتاعت ان انا مش محتاج ان انا انشئ ستيت جديده. بيقول لك لو البروفايدر انت مش بتلسن عليه او مش مهتم بالتغييرات اللي بتحصل في الستيت بتاعته، البروفايدر ويل بي فولي ديسترويد. معنى كده ان الستيت بتاعته مش هتتكريت من الاول وجديد، او مش هيحصل ريكريت للستيت. دي فكره الانفاليديت ببساطه. ايه الفرق ما بينها وما بين الريفريش؟ حاجه بسيطه قوي، اللي هو ايه؟ الريفريش والله في حد بيلسن، مفيش حد بيلسن، انا هبدا ان انا ايه ريكريت الستيت، هبدا ان انا ادمر الستيت القديمه وابدا ان انا ريكريت ستيت من الاول وجديد. نفس الكلام في الانفاليديت، ولكن باختلاف حته انا بلسن على البروفايدر ولا مش بعمل لسن للبروفايدر. انفاليديت يعني معناه ان انا ادمر بروفايدر معين. تمام. طيب في الريفريش دي انا هاجي اقول له انفاليديت بالشكل ده، بدل ما انا ما بكول الريفريش هكول الانفاليديت، وهاجي هنا احط لوجايه كده خبيثه بسيطه انا عايز احطها. تعالى على اللوج بتاعت الديفلوبر، قول لي هنا ان في تشينج نيو جوك، انا بعمل ريكوست تاني من الاول وجديد. تعالى نعمل ريستارت، وعايزين نروح على الزرار ده نبدا ننفذ الكلام ده. طيب اول ما اروح ادوس على الزرار ده، هو هنا طبيعي في البدايه خالص راح عمل لوج، لانه راح نفذ اللوجيك ده اللي موجود جوه البروفايدر ده في الاول، وبدا ان هو يرجع ستيت، هو راح يعمل الكلام ده. طيب انا دوست على الزرار ده، بدا ان هو يروح على البروفايدر يعمل الريكوست من الاول وجديد، بدليل ان هو طبع لي اللوجايه دي وعمل اللوجايه دي. تمام. طيب هدوس تاني من الاول وجديد، بدا ان هو يروح على البروفايدر، وبدات ان انا اروح على الستيت بتاعته او اللوجيك اللي موجود جواه، بدات ان انا انفذه من الاول وجديد. نفس فكره الريفريش بالظبط. يعني لو رحت على الانفاليديت دي خليتها ريفريش بالشكل ده، تعال نعمل ريستارت. طيب عمل اول تنفيذ لللوجيك، بعد كده هروح ادوس تاني هيعمل تنفيذ اللوجيك مره تانية، وهيبدا ان هو يريكوست ويبدا ان هو يغير الستيت. طيب انا مش عارف برضو او مش لامس الفرق ما بينهم. تعال نقرا الكلام او الهنت اللي موجود على الريفريش ذات نفسها. بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك الريفريش دي جايب لك هنا هنت بالاصفر تحت كده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الفاليو بتاعت الريفريش دي، هي الريفريش دي بترجع لك فاليو انت لازم تستخدمها. تمام. الريفريش دي بترجع لك فاليو انت لازم تستخدمها. طيب هي ايه الفاليو اللي بترجع من الريفريش دي؟ ما علينا بيها دلوقتي. المهم بيقول لك انت هتروح تستقبل الفاليو كده is strictly identical to doing reference.invalidate. اذا في تشابه ما بين الريفرنس دوت ريفريش والريفرنس دوت انفاليديت، الاثنين شبه بعض. طيب تعال نبص على الكلام ده. بيقول لك if you do not care about the return value of refresh، لو انت مش مهتم بالفاليو اللي بترجع من الريفريش، خلاص استخدم الانفاليديت.
تمام. يعني انا استخدم الانفاليديت امتى؟ والله لو انا مش مهتم بفاليو او مش مهتم بالستيت اللي هترجع. تمام. فبس دي الكلام اللي انا كنت عايز ارصه او اللي احنا عايزين نشوفه. تعالى هنا ممكن نستقبل فاليو فاينل نيو فاليو بالشكل ده بيساوي الكلام ده كله. طيب الفاليو دي نوعها ايه او التايب بتاعها نوعه ايه؟ نوعه اسync فاليو. فانا ممكن اجي على الاسync فاليو، لو احنا وقفنا على الفاليو دي هنلاقي ان هي نوعها اسync فاليو. فانا ممكن اجي هنا على النيو فاليو ابدا ان انا متهيألي مش محتاجين نستخدم الستيت هنا خالص، ممكن نعمل لوج وخلاص. فاهم قصدي؟ بالشكل ده يعني عادي. فاهم قصدي؟ ما اعتقدش ان انت هتحتاجها في اي وقت من الاوقات. ممكن تحتاجها لو انت بتعمل ريفرش انديكيتور، والريفرش انديكيتور ده الفانكشن بتاعت الاون ريفرش دي بتحتاج كول باك او بتحتاج ريتيرن اقصد. فبالتالي ممكن تكول الريفرنس دوت ريفرش. على سبيل المثال لو انا جيت خدت الكلام ده كله هنا اهو، يعني عادي. انت فاهم قصدي؟ تستخدمها ما تستخدمهاش. المهم اللي انا اكتشفته بعد فتره ان فيها حته كده. تمام. يعني فيها ايه؟ طيب هي كان البتاع اسمها ريفرش انديكيتور. طيب اون ريفرش ابدا ان انت كده اهو بالشكل دوت كده اهو. طيب هو هنا جايب لي مشكله بيقول لي فيوتشر بروفايدر جوك موديل. طيب تعال نبص على الدوكيومنتيشنز بتاعتهم. هل كاتبين حاجه عن الريفرش هنا؟ كنت عايز ابص على الريفرش. لا هم مش كاتبين حاجه عنها. انا قرات ده. طيب هو هنا بيقول لك ان ال future provider of joke model can't be assigned to a parameter of type refreshable future void. مش عارف. تعال نشوف copilot fix using copilot accept. طب الريتيرن ده ماشي ماشي. تعال نجرب. طيب هو مش هيبدا ان هو يسكرول عشان الكلام ده كله مش سكرولبل، فاحنا ممكن نحطه جوه رابوز ويدجت سنجل تشايلد سكرول فيو. طيب تعال نعمل ستيل برضو مفيش حاجه بترفرش. اعتقد عشان الهاي بتاع ده ممكن نديله مش عارف، ممكن نراب وذ ويدجت مثلا سايزد بوكس او حاجه نحط الهاي بتاعه مثلا على سبيل المثال. طيب بالشكل ده بدا ان هو يعمل ريفريش بتاعك والدنيا تمام. تمام. طيب اللي انا ملاحظه هنا ان ان مفيش لودنج. انت ملاحظ اول مره بروح اعمل الريكوست فيها بيبدا ان هو يلود. بص بدا ان هو يلود وبعد كده جاب الداتا. اما بروح اعمل ريفريش المفروض ان اللوجيك بيتنفذ من الاول وجديد. فمعنى كده ان الستيتس هتبدا ان هي هيرجع لي لودنج بعد ما اللودنج يخلص، هيشوف هل في ايرور حصل ولا في داتا. فعلى اساس ده هيبدا ان هو يرجع يا اما داتا يا اما ايرور. وفي التشيكس هنا او في الحته الكول باك فانكشن دي هيبدا ان هو يرجع لي الويدجت. طبيعي ان الستيت بترجع لودنج. اول لما باجي اروح اعمل ريفريش المفروض الكلام ده يحصل، المفروض ان هو يبدا يلود صح عشان يعمل الريكوست، وبالتالي بعد ما يبدا لودنج يبدا يرجع لي بقى الداتا يا اما الايرور وهكذا. تمام. مفيش لودنج هنا. نسيت اقول لك ان ريفربوت بتوفر لك طريقه حلوه قوي تقدر تتحكم في الموضوع ده. يعني ريفربوت بتوفر لك طريقه قوي. هل بيقول لك هنا سكيب لودنج اون ريلود او اون ريفرش؟ تعالوا نشوف الاون ريفرش. سكيب لودنج اون ريفرش. هل انت مش عايز لودنج، عايز تسيب الويدجت القديمه زي ما هي وبعد كده تبدا ان انت تعرض الويدجت الجديده يعني في الوقت بتاع اللودنج ده؟ هل انت عايز تعرض لودنج فعلا ولا عايز تسيب الويدجت زي ما هي؟ طب انا لو جيت قلت له هنا فولس بالشكل ده وجيت عملت ريفرش هيبدا ان هو يلود. بص. طب انا لو انا مش مهتم، يعني انا مش عايز لودنج بقى، مش عايز اوري اليوزر ان في لودنج، خلاص يا مان خلي دي ترو. اعمل سكيب لللودنج، ما تعملش لودنج اصلا. تمام. بالشكل ده بص بتتغير على طول قويه صح. طيب مش بس كده في حته ان انا اقدر سكيب الايرور. سكيب الايرور يعني ايه؟ سكيب الايرور والله حصل مشكله معينه مثلا، انا دلوقتي الويدجت دي معروضه دلوقتي تمام، انا هاجي اقول له سكيب الايرور بفولس مثلا، ما تعملش سكيب للايرور. طيب المفروض ان انا لو رحت قفلت النت دلوقتي بالشكل ده، لو انا رحت قفلت النت بالشكل ده وجيت عملت ريستارت هيروح يجيب لي الايرور صح. مفيش نت، انا بعمل الريكوست ومفيش نت، فبالتالي جاب لي الايرور وبدا ان هو يعرض لي التكست ده او التكست ده الايرور يعني على اليو اي. في بعض الحالات في داتا بتبقى موجوده على اليو اي. يعني على سبيل المثال هقول لك انا بص في داتا دلوقتي موجوده على اليو اي صح. في داتا موجوده. لو انا رحت عملت
ريفرش لليو اي عشان اعمل الريكوست من الاول وجديد، والريكوست ده فشل، ممكن ما اعرضش الايرور، ممكن اسيب الويدجت زي ما هي. يعني ايه؟ يعني انا لو رحت خليت دي بدل ما هي فولس قلت له ترو، سكيب الايرور يا عم، انا مش مهتم بان انا اعرض ايرور لليوزر، عايز اسيب الويدجت زي ما هي نظيفه من غير ما اعرض ايرور لليوزر، ورحت عملت سيف ودن ومش عارف ايه والكلام ده كله، ورحت عملت ريفرش، هو المفروض ان في ايرور، المفروض دلوقتي ان في ايرور، بس هو ما عرضش الايرور، هو عمل سكيب للايرور خلاص، ركن الايرور ده ورماه في الزباله، هو يبدا ان هو يعرض لك او يسيب الويدجت زي ما هي، مش هيعرض لك الايرور. قوه صح؟ عضلات. تمام. ده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه النهارده، فكره الريفرش والانفاليديت. فهمت الفرق ما بينهم ببساطه عشان تنفذ اللوجيك اللي جوه البروفايدر، وتبدا ان انت تدستروي الستيت القديمه خلاص، وتبدا ان انت تريكريت ستيت من الاول وجديد. تمام. ما تنساش تخش قناه تليجرام، سايب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن بتاع الفيديو. اشوفكم الفيديو الجاي.